أشهد إنك حق يا رب، وإن الموت حق، رحمتك تسبق عذابك وبطشك لا يطاق. وهذا الزامل بدع من الشيخ حسين صالح البصيري ويليه الجواب مني، وهو يقول: أشهد إنك حق يا رب، وإن الموت حق، رحمتك تسبق عذابك وبطشك لا يطاق. أحمدك من قلب صادق، أحمدك والقلب صادق، في ألطافك يثق. حمد لك من المجرات والسبع الطباق. يا رسولي شل الخطي مع ضاء والشفق، لأحمد بن الحلو شاعر ميادين السباق. بلغه منا تحية تشق الأرض شق، شامله قيفه تحية على أوسع نطاق. قل له إن القوم راحت ولو بكر شرك، كان شاف الوضع واضح وقادات النفاق. وابترى من كل فيلق ومن كل الفرق، داموا الموساد سوى أعماله واختراق. لا سقاهم غير ماطر من خشام الحلق، يستحقه من تخلف على الباري وباق. من تبعهم ما توفق ولا بقع يسق، وإن فارقهم جنى العذب يا حلو المذاق. له نصيحة كلمة الحق ما منها حنق، ربما في حان في بعض الأفكار اتفاق كم نسق. شفنا ورايات يتبعها نسق، والنهاية هو من بغداد يا شعب العراق. وهذا الجواب مني: يا رجال من حلق الهم فوقه القلق، باب عفوك ما تغلق على قافل وعاق. سعد من قلبه تعلق بربه وانطلق، واعلن التوبه وطلقها والدنيا طلاق. مرحبا ترحيب مطلق، طحن حيد البلق من السحاب اطبق، وعانق من فيفا عناق. طيب من مارب تدفق في الأجواء واخترق، وانفجر عبق سما المملكة والجو راق. قصبوا ياسر وفرق لصبيان طلق في البيرق، وكل أصدقائهم والرفاق. يا بليغ أقوالك أعمق من المغزى ودق، شرح تفصيلي موفق على هذا السياق. الوطن صابح ممزق ومخزونه نفق، والسفينة مايله للغرق، والحمل شاق والريال انهار واندق. والشعب اختنق وضع مزري، حتى الأحمق زهد منه ضاق. والطموح أخفق والأحلام طارت كالورق، ماشي يتحقق سوى الفقر والدم المراق. والقيادات السرق ملحقهم مرتزق، لا أمل في مجلس أخرق ولا دولة وفاق. سلامتكم.